اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى الجمال والحلاوه والطعمه، ده حمص الشام، لزوم الشتاء ولزوم الدفا. تعالوا هنعمله بطريقه حلوه جدا، احلى من بتاع بره بكتير، ومش هتبطلوا تعملوه في البيت وهتبطلوا تشتروه. تعالوا ما اوريكم الطريقه. هنا بقى بقول لكم ازيكم عاملين ايه. ده بقى معانا هنا كيلو الا ربع من الحمص. على فكره انا دخت على الحمص اللي هو الحبايه الكبيره، انا بحب الحبايه الكبيره بس ما لقيتش خالص، يعني لفيت في كذا محل ما لقيتش خالص اللي هو الحبايه الكبيره، فهنشتغل بده عادي تمام. هنجيب بقى كيلو الا ربع حمص، هنغسله كويس، وبعدين هنجيب الحله هننزل فيها الحمص وهنخمره في ميه. انا مش عايزاه ميه سخنه قوي ولا ساقعه، انا عايزاه هحط الاول شويه ميه سخنه كده من الكتل، وبعد كده هنزل عليه بشويه ميه ساقعه بحيث ان هي تبقى متوسطه، علشان لو كانت ميه سخنه قوي القشره ممكن تنزل منه، انا مش عايزه القشره تنزل منه. وده طبعا الحمص البلدي، انما التاني مش بلدي، بس انا بحب التاني ابو حبايه كبيره، بس طبعا ما لقيتش خالص في المحلات، قالوا مش موجود دلوقتي. فطبعا المفروض ان انا اخمره من بالليل لتاني يوم، او اخمره من الصبح للبالليل. انا خمرته 5 ساعات بس واشتغلت بيه تمام عادي. اهو بقى جبته لكم بعد ما خمرته، غسلته كويس، وبعدين حطيته في حله في الميه النظيفه، وبعدين حطيته على النار. هنسيبه بقى ما يتسلق. تعالوا بقى ما اقول لكم هنعمله ازاي. ده توم 6 فصوص عشان هو صغير، لو كبير هنعمل 3 فصوص بس. ده كيلو الا ربع من الطماطم، واتنين بصلة كبيرة، ومعانا كمان نص معلقة بابريكا كبيرة، ونص معلقة كمون، وكمان هنحط نص معلقة سكر، وكمان مثلا ملح حسب الرغبة، او معلقة كبيرة من الملح. هنجيب بقى الكبة هنحط فيها الطماطم، هنحط فيها البصلتين، وهنحط فيها الثوم، هنضربهم كويس جدا مع بعض. واول ما الاقي ان الحمص بدأ يستوي اكتر من نص سوا كده، ابدأ انزل عليه بالطماطم. بس ما ينفعش انزل بالطماطم في الاول علشان هتعطلي السوا، وانا مش عايزاها تعطلي السوا. فاول ما الاقي الحمص بدأ يستوي بقى عليه ربع ساعة او تلت ساعة، انزل بالخليط بتاع الطماطم. اهو بصوا، لقيته بقى عليه حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. هبدأ انزل بالخليط واقلبهم في بعض كويس جدا، وبعد غلوتين 3 هبدأ اوطي عليه واسيبهم بقى الربع ساعة او التلت ساعة دي على نار هادية. هتاخدي احلى حمص الشام، احلى من بتاع بره بمليون مرة، اقسم بالله. جربيه بالطريقة دي ومش هتندمي ابدا. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى احمر ازاي كده، قرب يستوي. هبدأ بقى انزل عليه باللي هو السكر والكمون والبابريكا والملح، وهقلبهم مع بعض كويس جدا عشان املحه. بصوا بقى انا هنا ضفت حاجة لازم اقول لكم عليها، دي اختياري بس انا مش عارفة مش جت في التصوير. اختياري، عجبتك عجبتك، مش عجبتك بلاش منها. هنحط 2 مكعب مرقة دجاج، اقسم بالله وديتها في حتة تانية خالص، كانت خطيرة خطيرة خطيرة. طبعا زي ما قلت لكم دول اختياري مش اجباري، حابة تحطيهم حطيهم، مش حابة خلاص. هنجيب بقى طاسة هنحط فيها مثلا 3 كبشات او 4 من الصوص، صوص حمص الشام. هحطه دلوقتي في الطاسة، وبعد كده هنزل بنص كوباية من الليمون معصور، ونص كوباية من الخل، ومعلقة كبيرة توم مهروس، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة من الكمون. هسيبهم يغلوا غلوتين او 3، وبعد كده هصبه في كيس. ده بقى ايه؟ دي دقة حمص الشام خطيرة. بعد كده بقى هسيب حبة من الصوص كده، اللي انا يعني الدقة اللي انا لسه عاملاها، هنزل عليها بحبة شطة كده، حبة من الشطة، وهقلبهم مع بعض كده كويس بالكبشة. وبعد كده برضه هحطهم في كيس، هنقلبهم كويس، وبعد كده نصبهم في الكيس زي ما قلنا. طبعا انا مش عايزه احطهم على حمص الشام علشان طبعا مش الكل هيبقى بيحبوا شطه قوي، فكل واحد على حسب اختياره، يبقى كل واحد يحط بمزاجه. فانا هحطهم في كيسين، كل اللي يجي يشرب الكوبايه بتاعته يحط الدقه بتاعته ويحط الشطه بتاعته. بصوا بقى الحمص بقى جميل ازاي واحمر ازاي، وهنا صبينهم. بصوا بقى الجمال، هتبطلوا تشتروه من بره تاني، اقسم بالله لو جربتوه بالطريقه دي خطير. هتبطلوا تشتروه ومش هتبطلوا تعملوه في البيت، بيدفي وجميل. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا، اهم حاجه اللايك عشان بيرفع من الفيديو. طبعا هو لونه احمر خالص، بس الاضاءه طبعا مغيره اللون خالص، بس هو لونه الطبيعي احمر جدا، بس الاضاءه هي اللي مغيره. مع السلامه يا حبايب قلبي.